في ناس كتير فاكرة إن التسامح يعني التنازل، وإن اللي بيسامح هو الطرف الضعيف الخسران. لكن الحقيقة غير كده تماما. أنا أماني السعدني، وده بودكاست عادة وعبادة، مكان هادي نحكي فيه عن الحاجات الصغيرة اللي بنعملها كل يوم، اللي ممكن تبان عادة لكنها لو اتعملت بنية صافية تبقى عبادة. التسامح مش ضعف، التسامح قمة القوة، لأن المسامح هو اللي يقدر ياخد حقه، لكن اختار العفو. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني ببساطة، زي ما نفسك إن ربنا يسامحك، سامح غيرك. بس خلي بالك، التسامح مش سهل، خصوصاً لما الأذية تيجي من القريب، من صاحب العمر أو الأخت أو الشخص اللي كنت فاكره إن سندك في الدنيا دي. أنا أعرف واحدة اتأذت جدا من واحدة كانت بتعتبرها أختها، وبعد شهور من الزعل قالت لي: أنا مسامحاها، مش عشانها، عشاني أنا. الكلمة دي فضلت في دماغي، لأن اللي يسامح فعلا بيعمل ده علشان نفسه، مش عشان الناس تستاهل. وعلى فكرة، التسامح مش معناه إن ترجع العلاقة زي الأول، لكن معناه إنك تبطل تشيل في قلبك، تبطل تدعي بالسوء، وتسيب الحكم لرب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم الناس، ومع ذلك اتأذى وتهاجم واتظلم. وبعد كده لما دخل مكة فاتحا منتصرا، قال للناس اللي طردوه وعذبوه: اذهبوا فأنتم الطلقاء. مين يقدر يقول جملة زي دي إلا شخص في قمة قوته؟ في حياتنا اليومية التسامح ممكن يكون في حاجات بسيطة جدا، لما تختار ما تردش على كلمة جرحتك، لما تدعي بالهداية بدل ما تدعي بالأذية، لما تختار تكمل حياتك بسلام بدل ما تفضل في دوامة الغضب. التسامح عادة لو اتعلمناها وأخلصنا نيتنا فيها هتتحول لعبادة عظيمة، وساعتها شكل حياتنا هيتغير، ونعيش بحب من غير غل ولا حقد ولا غضب اللي بياكل في القلوب من جوه. وصدق نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام لما قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يعني ربنا ما بيرفعش حد إلا لما يعفو، واللي يسامح بيقوى مش بيضعف. في الآخر عايزة أقول: سامح، مش عشان اللي قدامك يستاهل، لكن عشان أنت تستحق تعيش في سلام. سيب وجعك لربنا، وهو كفيل يرد لك حقك بطريقته في وقته، ويجازيك بثواب عظيم، ويرفعك لمكانة عظيمة يوم الدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. في الحقيقة التسامح جزء من صورة أكبر، صورة اسمها الدين. ديننا مش في صلاة وصوم بس، ديننا في كل نظرة، في كل كلمة، وفي كل تصرف بنعمله مع غيرنا. في الحلقة الجاية من عادة وعبادة هنحكي سوا عن معنى بسيط بس هو أساس الدين كله: الدين المعاملة.